مساء الخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نشوف أول تعليق في الاستوديو بعد انتهاء مباراة برشلونة وجيرونا. سنواصل تغطيتنا مشاهدينا الأعزاء في هذه الأمسية المثيرة الغريبة التي خسر فيها برشلونة صدارته للليغا لمصلحة ريال مدريد بشكل رسمي مع نهاية هذه الجولة. بعد أن فاز الريال وصل النقطة 60، تعثر برشلونة في ملعب جيرونا بالخسارة، بقي عند نقطته 58، وأصبح الفارق بين الريال وبرشلونة عند نقطتين مع احتلال الريال لصدارة الدوري الإسباني التي غابت لأسابيع كثيرا لمصلحة فريق برشلونة. هدف لفريق جيرونا. أهلا بكم مرة أخرى. أبدأ معك كابتن بالحديث عن هذه المباراة التي سرقها جيرونا إن صح التعبير، أولا بإضاعة برشلونة للهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم بتحويل تأخري بهدف إلى هدف تعادل، ثم إلى هدف انتصار ينتهي ب3 نقاط في غاية الأهمية لجيرونا تبعده عن منطقة الهبوط. صحيح، فريق برشلونة أضاع الانتصار في الشوط الأول نتيجة للرعونة نوعا ما، خصوصا لامين يامال في الانفراد وفي البينالتي. وأنا أعتقد فريق جيرونا عمل ماتش كبير جدا. جيرونا هذا الموسم تعادل مع ريال مدريد وفاز على برشلونة. فكحتما هذه أفضل مباراة لجيرونا هذا الموسم. بالضبط. ولكن ما كانش فيها اعتراض على ضربة الجزاء، لأن داني بلينت دخل على أولمو باعتراف الجميع، وواضحة جدا إن في عملية دهس. عندي اعتراضين في هذه المباراة. الاعتراض الأول على الهدف الثاني بتاع فريق جيرونا، لأنه واضح إن في عملية دهس 100% لقدم كوندي، وإذا كان الحكم ما شافهاش المفروض الفار ما يفوتهاش. واضحة جدا جدا جدا. اللعيبة بتاع برشلونة وقفت والحكم امر باستئناف اللعب، ممكن الحكم ما يكونش شافها. ايضا سهوله الاهداف اللي تدخل فريق برشلونه، كيف يعقل اللاعب في منطقه ال6 يارد فري خالص، مفيش اي رقابه لمار بيسجل هدف، اعتقد اسهل هدف هيسجله في حياته. ثم تاتي هذه اللقطه الجدليه، اوكي الكره مشيت وانت اخدت الكوره، لكن في دهس على مقربه من الحكم، قال لك يمكن الفار يصلح، وزي ما قلت لك الفار الحكم ما شافهاش. وحتى تبرير الحكم كابتن الفليك ولاعبي برشلونه بعد نهايه المباراه كانوا يقول بانه وصل الكره، لكن في النهايه كان هناك دهس بعد وصول الكره. انا ممكن اخذ منك الكره وبعد كده اضربك يبقى مخالفه عليا. فانا اعتقد ان خطا كبير جدا من الفار ومن حكم المباراه في هدف جيرونا الثاني. ولكن لو رجعنا للاحصاءات هنلاقي ان فريق برشلونه صوب 27 تصويبه على المرمى، جول اتمس، منهم 4 فقط اون تارجت، يعني انت بتتكلم بنسبه 14-15%. في الناحيه الاخرى هتلاقي 13 كوره لجيرونا مقابل 9 لاون تارجت. عمليه دهس واضحه مليون في الميه، ملهاش حل. اوكي الحكم ممكن يكون ورا اللاعب بتاع جيرونا مش شايف، طب اين الفار؟ انا اعتقد الحاله دي لم تراجع كويس جدا، لان هي فاول وهدف غير صحيح من وجهه نظري. اوكي الكره مشيت والراجل خد الكره، ولكن في دهس ماشي، الحكم ما يشوفهاش لان لاعب جيرونا مداري عليه تماما، ولكن واضح ان في عمليه. ثم عادت الكره الى المنطقه اللي كان موجود فيها يعني كوندي، يعني حتى حرم من حقه في اعاده الدفاع. لو كوندي عايش في اللعبه دي كان ممكن يعمل عمليه بلوك او ممكن يضغط على مسجل الهدف الثاني. خلينا ناخذ راي كابتن ياسر من ناحيه مبدئيا كوندي برا المباراه اساسا فنيا صح. يمكن بنفس مبارياته يمكن حكم الفار يعني يعتبر انه هو مش موجود. لا انا بالنسبه لي هي خطا، لكن السبب لانه زي ما تكلم الكابتن هيثم، يعني الفار مستحيل انه ما شاف الدهس، لكن بناء على انه الكره كانت ما انه اللاعب لمس الكره ولعب على الكره في البدايه ومن ثم حصل الدهس، هذا يمكن يكون التبرير الوحيد لحكم المباراه. لكن انه ما شاهدها يعني حكم الفار مستحيل. حكم الساحه لم يشاهدها لانه كان في لاعب مغطي على الحكم، لكن حكم الفار انا اعتقد انه التبرير الوحيد اللي هنا اللي هو لمس اللاعب او مشاركته في الكره بعدين حصل الدهس، لكن رغم لمسه للكره هو تهور يعتبر، يعني ضرب قوي، يعني تدخل على لم يحمل المنافس واكمل هنا بالدهس على قدم. لا هي اصابه، يعني هذه قد يعني تسبب إصابة قوية على اللاعب، يعني ليس مجرد أنه لا يستطيع تكملة الهجمة. يعني حظ كوندي يمكن جسمه أصلا مايل وبالتالي نعم ما تعرض لإصابة كبيرة. على فكرة كابتن ياسر هو ممكن ما يكونش قصده، إنما هي مخالفة. أيوة هو مش قصده يضربه، بس هو كابتن يقول لك التحكيم ليس بالنوايا بالأفعال. بالضبط. لا الموضوع مش بالقصد، هو الموضوع أنا زي ما قلت لك في القانون اللي يتكلمون اللي أنا طبعا ضده يعني بنسبة 90% في بعض أكثر الحالات، اللي هي أنه لمس اللاعب الكرة قبل، والكابتن مدافع ويعرف أحيانا المدافع ياخذ الكرة ويكمل عليه، ياخذ الكرة، ولكن استمرار القدم بعد الكرة محاولة إيذاء، يعني محاولة إيذاء، هذه صراحة
يعني انا من وجهه نظري انها خطا، ولكن التبرير ننتظر تبرير من يعني حكم يعطينا. احنا يمكن من اللقطات الشهيره في كره القدم هي خروج الحراس لالتقاط الكرات في الهواء واستخدام الرجل. احيانا يعاقبون بركله جزاء اذا تعرض ايذاء اللاعب المنافس حتى لو اخذ الكره، صح؟ صح. وهذا تعتمد زي ما قلت لك، تعتمد على نيه الحارس نفسه. يعني أنا اسالني انا كمهاجم لما نشوف ركبه الحارس طالع، حتى احيانا يمد القدم تعمد فيها، لانه كان القانون يحمي الحارس في منطقته داخل الستة ياردات، الحارس ممنوع اللمس. الآن أصبح يجب أن يكون الحارس مسيطر على الكرة علشان يمنع تحصل مخالفة في بس كنت ذكر نقطة مهمة، هي أن برشلونة وصل بكمية تسديدات كبيرة جدا، لكن واضح أن لديه مشكلة في إنهاء هذه الفرص. صحيح تحدثنا عن 25 كرة ما بين القائمين والعارضة في صحيح. كل هذا الموسم أكثر فريق في أوروبا، لكن في النهاية إن لم تسجل يسجل في مرماك. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.